صباح النور اخوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. صباحكم مبروك. هانتوما الشميشه خارجه عندنا اليوم. ولكن اخوتي تشوفوا الشمس والبرد، البرد بزاف. اليوم نقصت الحراره بزاف بزاف كاع. اليوم قالوا من ابتداء، يعني من اليوم غتبقى تنقص الحراره بزاف. البرد اخوتي بزاف صراحه. الحمد لله على كل حال. عاود وقيتو، يعني داز وقيت الصهد اللي كنا نغوتو الصهد. دابا عاود البرد. الحمد لله على كل حال. المهم لقيتوني غنفطر، غنشارك معكم فطوري ونشارك معكم حويجات زوينه هكايا، يعني صحيه ضروريه، بغيتكم تستافدوا وتجربوا حتى نتوما. انتم اخوتي. المهم الفطور العادي ديالي. ديما كنقولها لكم، كندير شغل المعكازات، ماشي شغل المعكازات صراحه. باش كتقتصدي على المواعن، باش يعني ما كاينلاش غندير انا عب وحدي، يعني ما كاينلاش ندير تبصيل ديال الكوفيتير، تبصيل ديال هاد سميتو الجبن، تبصيل ديال الزيتون. غنوسخ بزاف المواعن وانا عب وحدي، ما كاينلاش. داكشي باش جمعت كلشي في التبصيل. ما تضحكوش عليا. المهم هذه فكره ديالي، وانا بوحدي ما كاين مشكل. راسي ما غيتقلق من راسو. المهم درت زويتينات. هاد الزيتون درت العدد ديال اللي وصى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في التمر، كنديرو حتى في الزيتون، يعني 7 زيتونات ولا 3 ولا. شوف الحكمه سبحان الله من العدد الفردي، الله اعلم، يعني في الحكمه من العدد الفردي اللي كيقول لنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. مثلا نقراو 7 مرات سوره الفاتحه على مريض، ناكلوا 7 تمرات، يعني بزاف الحوايج فيها العدد الفردي، خصوصا العدد 7 والعدد 3. هنايا درت شويه الزبده، شويه الكوفيتير، شويه الجبن، شويه الزيتون، ودرت هنا الوسط زيت الزيتون. درت البيض حيت درتو لولادي وما بغاوش باش يديوه. درتو عند بنتي، الولد ما كيبغيش. المهم وخليته الى قدرت عليه نفطر به. اما هادشي اللي كيعجبني البيض كيجيني ثقيل بزاف في الصباح. هذه قهوه ديالي. هاد القهوه هي القهوه الرائعه، ماشي كاي قهوه يعني اللي فيها خلطت فيها خلاص الانواع ديال واحد الانواع ديال القهوه. واحد النوع اللي سميتو القهوه السوداء، اللي ما شاء الله غنيه عن التعريف، واخا غنهضر عليها تنعيه ما غنوفش ليها حقها. القهوه السوداء اللي يعني المكونات ديالها قهوه طبيعيه، بدون كافيينه، وفيها الفطر الريشي. هاد القهوه السوداء كتصلح، يعني كتقاد لك المزاج ديالك، مزيانه للجهاز الهضمي. ملي كتكوني مثلا هكا المعده ديالك منفوخه، كتشربها سبحان الله، وكتطرد لي غاز يعني من البطن. زوينه بزاف. درت فيها القهوه ديال الكورديسيبس، القهوه الكورديسيبس، يعني الكورديسيبس اللي غني عن التعريف. زوين بزاف للجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، الجهاز البولي، عزكم الله، والجهاز التناسلي. يعني رائعه هذا سميتو كما كانوا يسميوه الصينيين في قديم الزمان، كانوا كيسميوه عشبة الخلود. عند بالهم يعني هاد العشبة كتخليك تعيش ديما، حيت سبحان الله ملي كتشربها ما كتحس لا بآلام لا بسميتو. والبشرة ديالك كتجبد، الوجه ديالك كيتبدل. عندك هي والنوع ديال سبيرولينا ديال هاد الشركة اللي انا معاها. المهم اللي كيهمو الامر يخلي لي تعليق، وانا غنبقى نخلي النمره ديالي في اي فيديو، يعني اللي بغى يتصل بيا باش نعطيه معلومات اكثر على هاد المنتوجات الرائعه الطبيعيه العضويه ديال هاد الشركه. هذه هي شركه ماليزيه. صراحه لي برودوي ديالها سبحان الله راه ما شاء الله، ما نكذبش عليكم، واخا نوصفها التنعيه. عرفتي راه سبحان الله، راه ملي كتناولها خصنا نعاود تداوم عليها واحد شهر ولا شهرين 3 شهور، كتبني لك الجسم من جديد، كتبني الخلايا، يعني بصفة عامة كتبني الخلايا من جديد. الخلايا هي الجسم ديال الإنسان، هو الإنسان، يعني الخلايا كاملة، لا الدماغ لا الجسم لا كل شيء. يعني هي البشر، هي الإنسان. يعني ملي كتبنى الخلايا من جديد راك بحال كتولد من جديد.
الحمد لله. بالنسبه لبنتي مثلا عالجات سميتو طلع ليها الشوف ديالها، ما بقاش الحمد لله ما بقاش عندها النقص في سميتو، قليل دابا ولات عا كتخاف داكشي باش كتاخذ مره نظارات، اما يعني غالبا ما كديرهمش، ما بقاتش كديرهم، وعاد راه كانت كدير دوك النظاظر اللي كنقولوا لهم قاعد الكاس، يعني كان عندها الشوف كاع 100 مره، والحمد لله مع هاد المكونات هادو طلع ليها الشوف الحمد لله، تصحح ليها النظر ديالها. انا براسي عاود يعني الا كان عندك مثلا شي كيس في الوالده، عندك شي ميكروب في النبوله، عندك اي حاجه الناس داواو بها السكر، يعني اللي كيطلع لهم السكر، كتقاد الطونسيو، كتقاد هاد المنتوجات هادي، اش غنقول لكم، راه ما نعرفش نشرح عليها وما نعرفش نسميتو، والله العظيم ما ديوش عليا التعبير كيخونني. باش نوفيها حقها ما غنوفيش ليها حقها، حيت تبارك الله شلا ما يتقال عليها، وهي بزاف المنتوجات ماشي على سميتو. عندي هنايا واحد المنتوج اللي كيبني الخلايا من جديد، كينظفها بعدا وكيطرد السموم، داكشي اللي كنجمعوا في الجسم ديالنا كامل من ناحيه الاكل الغير الصحي. هاد الفطر الريشي كيطرد لينا السموم من سميتو من الخلايا، وكيبني الخلايا من جديد. وعندنا الكورديسيبس اللي قلت لكم كيسميوه في قديم الزمان يعني فطر الخلود، هذا رائع. كما قلت لكم الجهاز التنفسي والجهاز البولي والجهاز سميتو مثلا اللي عندهم سلس البول حاشاكم اعزكم الله، راه ما كيبقاش عندكم يعني. واخا نهضر تنعيا في هذا الفيديو ما نوفيش حق هاد المنتوجات. المهم القهوه كنت كنهضر لكم على القهوه، خلطت فيها القهوه السوداء والقهوه ديال الكورديسيبس والقهوه ديال الميكوفيتا، فيها فيتامينات وفيها بزاف الاعشاب اللي يعني طبيعيه زوينه بزاف. ودرت فيها حتى الكوكوزي اللي كيشربوه ولادي ما بقاوش كيحملوا نهائيا شي كوكوزي، شي مثلا كولاكاو ديال السوبر، الا ما كانش هذا كيقولوا لي ديري لنا ماما على الحليب بوحدو. ولفوه بزاف، كيهد الاعصاب، كيزيد لهم في سميتو، كينمي الذاكره، كاين يعني كيزيد لهم في الذكاء الاطفال، زوين بزاف صراحه. كننصحكم يعني انكم تشربوا حتى نتوما، ماشي على الصغار، يعني الكبار والصغار مزيان ليهم بزاف. حيت يعني هو هو سميتو الكولاكا، لا ماشي كولاكاو، سميتو يا ربي الكاكاو طبيعي، وفيه الفطر الريشي مخلط بالفطر الريشي. والفطر الريشي كما قلت لكم راه شي حاجه رائعه، يعني كيبني لك الجسم من جديد، كيبني لك الخلايا من جديد، يعني الا بنى الخلايا راه تبنى الجسم. وهذا مكان السبيرونيلا الرائعه حتى هي، مره اخرى نهضروا عليها والفوائد ديالها. المهم نخليكم باش نفطر، القهوه ديالي بردات. تبارك الله عليكم، حقكم في الجنه. واللي كيهموا الامر كما كنقول لكم ديما، يعني غنبقى نخلي التليفون ديالي اللي كيهموا الامر باش نزيد نشرح له، او لا باغي مثلا ياخذ هاد المنتجات نوريه كيفاش يعني يبقى ياخذها. حيت ملي كتكون منتمي لهاد الشركه كتاخذها بواحد الثمن، واذا يعني ما كنتيش الا كنتي غير منتمي كتاخذها بثمن شويه زايد، ماشي شويه يعني زايد نيت تبارك الله. على سميتو على الثمن ديال العضو، الا كنتي عضو في الشركه يعني كتاخذها بالثمن العضويه. اللي بغى ياخذ بالنمره العضويه ديالي نعطيه سميتو نخليها له، واللي بغى يتسجل ويبقى ياخذ الراسو حتى هو، يعني لكم الاختيار. وتبارك الله عليكم، صباحكم مبروك، السلام عليكم.